قسم أهل العلم الصبر إلى 3 أقسام. قالوا منه صبر على البلاء والمصيبة، وهذا تحدثنا عنه في الخطبة الأولى، أن يصبر على البلاء والمصيبة، وأن يقول الحمد لله على كل حال، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا النوع الأول من الصبر. ونوع آخر من الصبر، الصبر على طاعة الله، أن يأمرك الله تعالى بقطع نومك في ظلمة الليل والاستيقاظ والذهاب لصلاة الفجر، تصبر على هذه المشقة. أن تؤمر في كل سنة أن تخرج زكاة مالك، فتصبر على إخراج المال المحبوب إليك. أن يأمرك بالصيام فتصبر وتصوم عن الطعام والشراب. أن يأمرك بالحج فتصبر، تؤمر بالعمرة فتصبر، تؤمر ببر الوالدين فتصبر. أن يصبر الإنسان على الطاعة تعظيما لربنا جل وعلا وابتغاء للأجر منه. النوع الثالث الصبر عن المعصية، أن يكون المرء ربما جالسا على شبكة الإنترنت فتعرض له بعض المعاصي لينظر إليها أو يستمع إليها، فيصبر عن المعصية ولا يقع فيها، ونفسه ربما تدعوه إلى الوقوع فيها فيصبر على مخالفتها، والشيطان يوسوس له أن ينظر أو يسمع فيصبر على كبت الشيطان وعدم الاستجابة له. هذا صبر. أن يصبر عن المال الحرام إذا زين له، قد تعرض عليه رشوة، يعرض عليه شيء من الأموال المحرمة، يعرض عليه الشخص أن يعمل معه في تجارة محرمة من مخدرات وما شابه ذلك، فيصبر عن الوقوع في هذه المعصية، نفسه تدعوه لكنه يكبتها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما فعل يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز فصبر عن المعصية، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم يهدد بالسجن فيقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا أصبر على السجن وعلى هذا البلاء لكني لا أريد أن أقع في تلك المعصية، حتى رفع الله تعالى قدره بعد ذلك وجعله عزيزا في مصر.